اول ما تفكري تعملي كيكه برتقان دايما بتفكري في الطريقه العاديه. طب جربي تعمليها بالحليب المغلي وشوفي النتيجه. انا عملت كل الكيكات بالحليب المغلي، حتى كيكه البرتقان طلعت معايا خفيفه جدا وهشه وناعمه قوي. طريقه النهارده مظبوطه جدا، هتديكي نتيجه ممتازه. وكمان هعمل معاها صوص السكر بطعم وريحه البرتقان بطريقه سهله جدا جدا. كيكه النهارده فعلا كيكه فاخره. ويلا نشوف الطريقة ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. انا هستخدم العجان، تقدري تستخدمي الخلاط او المضرب الكهرباء. وفي الاول هحتاج لكوباية سكر واربع بيضات. هشغل العجان وانتي كمان شغلي الخلاط. وبعد كده في طبق غويط هنخل 3 كوبايات دقيق. انا هستخدم مج الشاي الازاز اللي كلنا بنعاير بيه كل المقادير. بعد ما هنخل الدقيق هحط معلقة كبيرة ونص بيكنج باودر. تقدري ان انتي تنخلي الدقيق مرة واتنين وتلاتة. تمام. هحط البيكنج باودر. بعد كده هحط رشة ملح بسيطة جدا. في الاول انا حطيت كوباية سكر علشان هعمل صوص السكر هزين بيه الكيكة، فما زودتش مقدار السكر اوي في الكيكة علشان ما تبقاش مسكرة بزيادة. لو انت مش هتستخدمي صوص السكر من الاول، فحطي مع الاربع بيضات كوباية ونص سكر. كده الكيكة طعمها هيكون مظبوط من غير الصوص. بعد ما قلبت الدقيق بقى هركنه على جنب، وهجيب كزرونة احط فيها كوباية ونص لبن، ومعاهم مكعبين صغيرين زبدة. الزبدة هنا بتدي للكيكة طعم جميل جدا. لكن لو مش متاح عندك زبدة ممكن تستغني عنها، وزودي مقدار الزيت حاجة بسيطة، لان انا هعاير دلوقتي نص كوباية زيت وده مقدار المادة الدهنية. البيض والسكر عندي بقى هش كده وزي الكريمة. نزلت بنص كوباية الزيت، بعد كده وقفت العجان وهاخد الخليط وانزل بيه على الدقيق. انت كمان لو مشغله الخلاط فسيبيه كام دقيقه لحد ما الخليط يبقى بلون فاتح وهش، ما تستعجليش عليه. وكمان لو شغلت برضو المضرب الكهرباء اصبري على الخليط شويه لحد ما يبقى باللون اللي انت شايفاه ده. هنبتدي بقى نقلب الخليط. لو خليط السكر والبيض مع الدقيق هنلاحظ ان الدقيق بدأ يتقل شويه. مفيش مشكله، هنجيب بقى الحليب وهو سخن جدا. بصوا البخار طالع منه. وقبل ما هقلبه هاخد معلقة من بشر البرتقال. من الاول كده تكوني جايبة برتقانة وغسلاها ومنشفاها وتبشريها بالمبشرة، بس تبشري الطبقة اللي هي الاورنج اللي بره دي، ما تاخديش القشرة البيضة معاكي علشان الكيكة ما يبقاش فيها مرارة. فحطي مقدار معلقة صغيرة مليانة او معلقة كبيرة زي ما تحبي. هنبتدي بقى هنا نقلب كله كده. خليط الكيك بقى جاهز معايا بقوام مظبوط جدا. هنجيب القالب. انا معايا قالب بحجم كبير، دهناه بالزيت ومبطناه بالدقيق، وهنزل بالخليط. طبعا الفرن شغال من الاول، ظبطاه على 180. وهحط الكيكه على الرف اللي في النص، والنار شغاله من تحت، بس احنا مش بنشغل النار من فوق ابدا. والكيكه بتاخد لون حلو قوي من فوق وتحت. هخبطها كده خبطتين علشان لو فيها هوا يطلع منها. بعد كده هدخلها الفرن وهسيبها لحد ما تستوي. ومعايا هنا مكعبين 3 زبدة صغيرين. هبتدي اعمل صوص السكر. وفي طبق غويط هحط كوباية سكر بودرة، ومعاها معلقة صغيرة بشر برتقان، ومعلقتين او 3 معالق من الجبنة الكريمي. لو ما عندكيش جبنة كريمي تقدري تستخدمي الجبنة المثلثات. الزبدة انا حطيتها على النار ساحت، بس انا مش عايزاها تسخن خالص، مجرد ان هي بس تفك وتسيح. هحطها على السكر والجبنة وهبتدي اقلب بالمضرب اليدوي. تقدري تحطي المكونات دي كلها في الخلاط، بس لو حطيتيها في الخلاط حطي معاها اللبن من الاول، لان المكونات دي مش هتنعم يعني في الخلاط بسهولة غير بشوية من المادة السائلة يعني. انا معايا فنجان لبن بس ما استخدمتهوش كله، حطيت منه معلقتين 3 وبدأت اقلب. ما ينفعش احط كله مرة واحدة علشان الصوص عندي ما يبقاش خفيف قوي. فهتنزلي بمعلقة او معلقتين وتقلبي. لو لاحظت ان الخليط او الصوص لسه تقيل زودي معلقة كمان. حطيت هنا نقطتين من الفانيليا السايلة، هتديني طعم حلو قوي مع بشر البرتقال. صوص السكر هنا بطعم البرتقال مع الكيك هيكون هايل. جربي الطريقة دي، الكيكة عندك هتبقى تحفة. فعلا هتبقى كيكة فاخرة. نرجع بقى نجيب الكيكة من الفرن. قعدت معايا 40 دقيقة بالظبط. احيانا هي نفس الكيكة بتقعد معايا 45 دقيقة، مش عارفة ازاي. المهم دي قعدت معايا 40 دقيقة وطلعت باللون ده. لما بتقعد 45 دقيقة بتبقى واخدة تسوية
زيادة سنة، يعني الطبقة اللي بره دي بتبقى عسلي اكتر من كده. انا حبيت ان هي لونها يبقى فاتح شوية. طلعتها وقلبتها على طبق التقديم. وشوفوا بعد ما قطعتها قد هي خفيفة وهشة قوي. وسيبيها تبرد شوية وحطي الصوص، ما تحطيش صوص السكر وهي سخنة عشان هتلاقيه ساح وجري منك. تمام. زيني بصوص السكر او قطعيها قطع وحطي فوق كل قطعة شوية من صوص السكر اللي بطعمه ريحة البرتقال. طعم هايل هايل، وكيكة فعلا فعلا هتطلع ممتازة، خفيفة وهشة وبطعم وريحة البرتقال. طريقة ان شاء الله لما هتجربيها هتعجبك جدا جدا وهتعمليها باستمرار. والسلام عليكم.